عندي بزاف وصفات تاع محشي، وهذه احدى الوصفات اللي نحبها بالبزاف، وعلى بالي كون جربوها رايحين تحبوها. نقولوا بسم الله نبداو بالحشو. ديروا اللحم ولا الدجاج على حسب واش يكون عندكم، والكميه على حساب عائلتكم. تزيدوا له البصل، الثوم، الروز اللي تكونوا غليتوه مده 10 دقائق، تعرفوا يعني المحشي يحب الروز، معدنوس، ملح، فلفل اسود، كزبر وفلفل احمر. نخلطهم مليح ونروح للخضره. في الاول كنت راح ندير هنا باذنجان وجريوات اللي البعض يقولها القرعه، بصح من بعد قلت نزيد ثاني البطاطا والفلفل. خيروا الحبات اللي يكونوا متوسطين ولا صغار، من بعد تحلوهم على النص وتفرغوهم بهذه الطريقه، يعني اسهل طريقه تاع المحشي. وهكذا تجي بزاف بنينه لانه تدي كميه مليحه تاع الحشو. بعد ما تكملوا كامل الكميه اللي عندكم، ملحوا شويه الخضره تاعكم باش ما تبقاش مسوسه، وحطوا الحشو بهذه الطريقه حتى نكملوا كامل. يعني الكميه اللي تكون عندكم، اكيد انا درت كميه كبيره، وعلى قد ما درت ومش بعناش منه. باش يجيني المحشي تاعي بنين نروح نقليه كما راكم تشوفوا، يعني نقليه من الاسفل برك، ما نقلبش الحبات تاعي. كي يتحمروا لي شويه نولي نقطرهم مليح في الزيت. وحضرت صلصة البشاميل اللي فيها كيس ونص حليب، مغرفة كبيرة فارينة، مغرفة ونص زبدة، ملح، فلفل أسود وجبن. الطريقة تاعها بزاف سهلة وديما نديرها معاكم. كنت درت أيضا صلصة طماطم، حطيت الخضرة بهذا الشكل. أنا كنت درت ضعف هذه الكمية ما شاء الله. درت صلصة البشاميل، من بعد الجبن حطيتهم في الفرن يعني حتى ذاب هذاك الجبن، وقدمتهم بهذه الطريقة، وجات وصفة بزاف بزاف بنينة.